تعالوا بقى مع بعض النهاردة نعمل الفراخ بطريقة حلوة سهلة وبسيطة جدا، وهتطلع معاكي الفراخ مستوية جدا مشوية، طعم وريحة ولون، وفي نفس الوقت تكون مستوية من جوه وما يكونش فيه أي لون، أي حاجة مش مستوية من جوه من ناحية العظم ولا أي حاجة. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نبتدي كده مع بعض ونشوف بقى الرز الجميل المبهر الحلو ده، ولونه الجميل الروعة دوت اللي طعمه وشكله ولونه حلو جدا جدا. نبتدي كده نشوف هنعمل ايه مع بعض، وهقول لكم على الطريقة وعلى سر هتخلي الفراخ معاكي مستوية بطريقة يعني تحفة بجد. اول حاجة طبعا انا جبت هنا دبابيس، قلت بقى ايه مش هعملها بقى اللي هي بالخلطة اللي هي الكنتاكي يعني وكده اللي احنا نعملها مقلية، لا هنعملها بقى مشوية كده بطريقة حلوة جدا. طبعا غسلتها مرة واتنين وتلاتة بالليمون بقى والملح وكده، وظبطتها اخر نظافة واخر جمال. بصوا بتمم عليها كذا مرة كده عشان اتأكد ان مفيش اي حاجة، يعني مثلا حاجة من اللي هي الزلال ولا اي حاجة، اتأكد كده ان هي نضيفة زي الفل. غسلتها اكتر من مرة واتأكدت مية مية. هنا بقى هجيب كده شوية مية كده حطهم على النار، وهديها بس ايه غلوة بسيطة جدا، نص غلوة كده زي ما بنقول، يدوبك قلبة واحدة كده. هنحط بقى كده نسمي الله، ونحط شوية مية حلوين كده على النار، ونحط فيهم بقى لورا وحبهان علشان طبعا تدينا طعم وريحة حلوة قوي، وهي بتتسلق بتدينا نكهة حلوة قوي لسليق اي فراخ او اي لحمة. طبعا بنحط اللورة او الحبهان. انا هنا هحط الحبهان بقى مش بحطه صحيح، انا بفتحه علشان البذور اللي جوه ديت طبعا ايه تبقى يعني تعمل اكتر مع الشوربة وتدينا مفعول اكتر وريحة اكتر. هنا بقى ايه بفتحه كده، بصوا زي بقشره كده مثلا، واحط القشر والحب اللي جوه نفسه البذر اللي جوه برضو بحطه ايه في المية. هتغلي يا دوبك غلوة كده بسيطة. هيبصوا اول ما بتيجي تغلي كده، هروح بقى ايه مسقطة ايا كان اللي انا جايباه فراخ او دبابيس او كده. فهنا بقى هنسقط الدبابيس كده وهنديها غلوة واحدة بس، مش هنسويها سوا كامل، هنديها بس غلوة. هنا بقى دي الطريقة اللي بتخلي الفراخ من جوه تبقى مستوية، وفي نفس الوقت ايه جوسي كده، مش ناشفة ولا اي حاجة، تبقى مستوية سوا حلو جدا. هنا بقى هنبتدي نعمل، انا سلقتها وخلاص وشلتها بقى من الشوربة علشان نعملها بالخلطة بقى التتبيلة الحلوة اللي هقولك عليها. عبال بقى ما نعمل الرز بقى ونشوفها هنتبلها ازاي، هتبلها معاكم واوريكم الطريقة بتاعتي. ويا ريت بقى لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والكومنت الحلو، وتقولوا لي رأيكم في الوصفة الجميلة ديت اللي سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت هتعجب الولاد. بصراحة عجبت ولادي جدا جدا، فراخ مشوية بطريقة سهلة وما تاخدتش وقت، وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا جدا. هنا بقى هنبتدي نعمل الرز المبهر. حطينا معلقتين زيت على معلقة سمنة صغيرة كده، وابتدينا بقى نحط البهارات. هنا حطيت توابل البهارات الرز المبهر بتاعت ماي واي اللي انا متعوده عليها طبعا، معاهم بقى شويه ايه آه كركم وكاري، انا بتلخبط بينهم دايما. كركم وكاري كده هيدونا اللون والطعم والريحه الجميله اللي احنا ايه طبعا متعودين عليها. بصوا ابتدى بقى ايه انا بحمص التوابل مع الزيت والسمنه كده، بحمصهم. اول ما بتشم ريحه التوابل كده بصوا بخليها تغمق كده، اما بتغمق بتديني لون حلو جدا جدا للرز. بجد جربوها وقولي رأيكم. بصوا كل ما حمصت التوابل مع المادة الدهنية اللي هتحطيها سواء سمنة أو زيت أو الاتنين مع بعض زي ما أنا بعمل كده، كل ما حمصتيها كويس وريحتها طلعت كده ولونها غمق، هتديكي نتيجة حلوة جدا جدا للرز. بصراحة أنا الأول ما كنتش بعمل كده، بس لما جربت الطريقة دي عجبتني جدا. أنا هنا طبعا ما رميتش الشوربة لأن هي طبعا طعمها حلو وريحتها حلوة. لو انتي ما بتحبيش تعملي حاجة بشوربة الفراخ براحتك، بس أنا من وجهة نظري إن أنا بحب شوربة الفراخ أكتر من إن أنا أحط مثلا المكعبات المرقة. أكيد طبعا شوربة الفراخ أنا عارفة إنها يعني إيه اللي هي، انا عارفه انا حاطه شوربه ايه يعني وشوربه فراخ وكده. لكن المرقه طبعا انا بستعملها اي نعم، بس لو انا عندي الاختيارين بفضل المرقه الشوربه، يعني الشوربه بفضلها اكتر. لكن لو مش موجوده طبعا بستعمل مرقه الدجاج.
فطبعا دي وجهة نظر، ولو انت مش عايزة تستخدمي مرقة الدجاج اصلا فبراحتك. فانا لما بتكون عندي شوربة ايا كان، شوربة لحمة او فراخ، بستخدمها صراحة، ما باستغناش عنها ولا بارميها ولا أي حاجة، باستغلها في أي حاجة باعملها، سواء رز، سواء ملوخية، سواء لو باطبخ مثلًا بازوّد بيها الطبيخ أو التسبيكة يعني وكده، فدي طبعًا حرية شخصية. هنا بقى بُصّوا، حطيت الشوربة وحطيت الرز طبعًا غسلته، ده رز مصري عادي مش بسمتي ولا أي حاجة. أنا باعمله دايمًا الرز المبهّر كده، فطريقته حلوة وسهلة وجميلة جدًا وبتعجب ولادي صراحة. هنا بقى إيه، قلّبته تقليبتين كده وسِبته إيه، على نار هادية يستوي. هنبتدي بقى نعمل التتبيلة بتاعة الفراخ اللي طلعت بجد تحفة. هنا دي تتبيلة اسمها ال11 بهار، دي من كنور، جِبتها وأنا باجيب الطلبات بتاعة البقالة يعني وكده، جبتها هي وتوابل البطاطس، صراحة جميلة جدًا، جدًا، ولادي بيحبوها جدًا على البطاطس المحمرة، دي توابل بطاطس. لكن اللي أنا جبتها المرة دي معاها يعني جبتها اسمها 11 بهار، دي بقى حطيت منها معلقة كده صغيرة مع الكاري والكركم والبابريكا، شوية بهارات بجد حلوة جدًا، وعندي كمان 7 بهارات حطيت منها نُص معلقة. التتبيلة دي بجد روعة، خرافة بجد، بتدّي طعم حلو جدًا، جدًا للفراخ. وعندي بقى هنا صلصة أنا مصلّصاها كده في التلاجة، باستخدمها مثلًا لصلصة مكرونة، صلصة بيتزا، صلصة أي حاجة، باستخدمها كده على طول باستمرار. هاخد منها معلقتين كده حلوين، هاضيفهم بقى هنا ديّة، هاضيفهم وأقلّبهم بقى مع التوابل اللي إحنا حطيناها. طبعًا إحنا حاطين في الصلصة دي ملح، فهنحط نُص معلقة صغيرة ملح، مش هنحط كتير، مع معلقتين كده زيت، ونقلّبهم كويس جدًا لحد كل المكونات ما تتمزج مع بعضها كويس جدًا. لحد بقى إيه ما أقلّبهم أوي. بُصّوا، الزيت والتوابل والصلصة كلّهم يتقلّبوا مع بعض كويس أوي، علشان طبعًا لمّا أحطّهم على الفراخ تكون متوزّعة حلو أوي. هابتدي بقى أجيب الفراخ، أنا كنت شِلتها من الشوربة طبعًا، هابتدي بقى إن أنا أجيب الفراخ وأرصّها بقى في الصينية، علشان أدخّلها بقى إيه، في الفرن أو في الشواية. يعني لو أنتِ مسوياها تسوية كاملة دخّليها على الشواية على طول، بس أنا كنت مدّياها نُص سِوَى، علشان لمّا أدّيها الصلصة دي أو التتبيلة دي، أحطها على النار شوية تاخد من التتبيلة، تدّيها بقى إيه في الطعم في الفراخ. بصراحة طلعت تحفة. أنا هنا دهنتها كده، دهنت الوش كلّه التتبيلة اللي إحنا عملناها دي، وحطيتها بقى هنا على الفرن شوية، على النار من فوق شوية صغيرين، غلوة كده يعني يا دوبك 5 دقايق أو أقل كمان، حطيتها على النار من فوق، وبعد كده بقى دخّلتها تحت الشواية. مش قادرة أقول لكم على الطعم والجمال، التتبيلة دي بجد يعني هتعجبكم جدًا لو جربتوها. اللي يجربها يقول لي بقى إيه في التعليقات إيه رأيه فيها. ويا ريت بقى تقولوا لي أنتم بتتابعوني منين، علشان أعرف أخواتي وحبايبي اللي أهلًا وسهلًا بيهم نوروني وشرفوني جداد. يا رب يكون القناة عند حسن ظنكم وتعجبكم بإذن الله، وتكون فيديوهاتي خفيفة على قلبكم وتجربوها كده وتقولوا لي. بصوا بقى الفراخ من جوه ما شاء الله مستوية، وفي نفس الوقت إيه، تتبيلة جميلة جدًا، طعمها حلو جدًا. وعملت بقى الرز كده وقدّمته إيه مع الفراخ كده جميلة جدًا. يا ريت بقى تقولوا لي رأيكم في الوصفة السهلة والبسيطة اللي إحنا متعودين نعمل أكلات سهلة وبسيطة مع بعض. وتنسوش بقى اللايك والكومنت الحلو وتقولوا لي رأيكم. والرز كان فعلًا طعمه تحفة، بجد والله يا بنات جربوه. والتتبيلة كده بتاعة التوابل بتاعة الرز ديّة حمصوها كده في المادة الدهنية هتعجبكم جدًا. والسلام عليكم ورحمة